لو محتار تفتح حساب في البنك الأهلي المصري ولا بنك مصر، في الفيديو ده هعمل لك مقارنة بينهم في كل النواحي، سواء الحسابات الجارية أو التوفير أو حتى حسابات الشباب والحسابات بالعملات الأجنبية بآخر التحديثات. واللي بالمناسبة هتلاقوا كل التفاصيل متحدثة في المقالة اللي في وصف الفيديو. يلا بينا نعرف كل التفاصيل لكن بعد الانترو. مبدئيا كده لو جينا اتكلمنا على المقارنة بين البنك الأهلي المصري وبنك مصر، شروط فتح الحساب في البنك الأهلي المصري يا إما يكون مكتوب لك وظيفة في البطاقة، يا إما يكون في ضامن معاك والدك والدتك أخوك زوجك أيا كان، المهم يكون في ضامن عنده إثبات دخل. بعكس البنوك التانية لا، لازم انت اللي يكون عندك وظيفة في البطاقة. ونفس الموضوع في بنك مصر، لازم يكون يا إما في وظيفة في البطاقة يا إما يكون في ضامن. بالنسبة للحد الأدنى لفتح الحساب، وهنا بتكلم على حساب التوفير، هيبقى 3000 جنيه في البنك الأهلي المصري. يعني ما ينفعش يكون معاك أقل من 3000 جنيه وانت رايح تفتح الحساب. بالنسبة لبنك مصر كان سابقا 1500، لكن عدلوها في الفترة الأخيرة بقت 3000 جنيه حد أدنى لفتح الحساب. وأقول لكم ده إيه أهميته، لأن في بعض الناس ممكن تسألني وتقول لي طب أنا ممكن أحط ال 3000 جنيه دول وبعد كده أسحبهم. هقول لك دلوقتي إيه اللي هيحصل لو أنت سحبتهم. بالنسبة لنوع الحساب اللي أنا بتكلم عليه حاليا هو حساب التوفير، سواء في البنك الأهلي أو بنك مصر. طب لو جينا عملنا مقارنة ما بين الحساب الجاري بتاع البنك الأهلي وحساب الجاري بتاع بنك مصر، لو جينا اتكلمنا على الحساب الجاري العادي في البنك الأهلي المصري، فالحد الأدنى بتاعه 2000 ونص. لكن أحيانا كتير الموظفين بيرفضوا لأن هم بيفضلوا إن الحسابات الجارية تبقى حسابات شركات. أما بالنسبة لبنك مصر فأنت عندك حساب جاري عادي وحساب جاري ذو عائد يومي، وده أنا هعمل له فيديو منفصل ليه. حساب الجاري العادي ده الحد الأدنى بتاعه هو 2000 ونص، وطبعا مفيش أي عائد، وزي ما قلت لك بعض الموظفين بيرفضوه عشان بيعتبروه حساب شركات. طب إيه الحساب الجاري ذو العائد اليومي؟ ده حساب لازم تحط فيه مبلغ مش أقل من 50,000 جنيه عشان ينزل لك عليه عائد يومي. وطبعا أسعار العائد بتختلف بقى من فترة لفترة، هتلاقوها كلها في المقالة. فلو جينا اتكلمنا على الحساب الجاري العادي اللي ملوش فايدة، فده هيبقى 2000 ونص حد أدنى. بالنسبة لمصاريف كل 3 شهور، البنك الأهلي المصري في الفترة الحالية بيخصم 75 جنيه كل 3 شهور، منهم 30 جنيه مصاريف إدارية و45 جنيه مصاريف كشف حساب إلكتروني، واللي تقدر تلغيه بعد كده أما تفتح الحساب من أي فرع من الفروع الإلكترونية. بالنسبة لبنك مصر فهو في الفترة الحالية بيخصم 60 جنيه كل 3 شهور. وخلي بالك بقى ال60 جنيه دول ممكن كمان يزيدوا لو الحد الأدنى بتاع حسابك قل عن 3000 جنيه، هيخصموا 10 جنيه عن كل شهر. يعني في حالة إنه الحد الأدنى قل، ساعتها ممكن تلاقي 3 شهور مخصوم منك 60 زائد 30 جنيه اللي هي 10 جنيه عن كل شهر، يبقى 90 جنيه. وخلي بالك انت ممكن قدام تعمل كشف حساب إلكتروني في بنك مصر بحيث ان هما يخصموا منك المبلغ ده مرتين في السنة. وزي ما قلت لكم لا يشترط هنا ولا إثبات دخل ولا هنا إثبات دخل. طب عمر المتقدم لحساب التوفير في البنك الأهلي المصري هو 21 سنة، ونفس الموضوع في بنك مصر. طب لو أنا عمري أقل من 21 سنة في البنك الأهلي أقدر أفتح حساب؟ طبعا تقدر، وهو حساب توفير المستقبل. ده عمر من أول 16 ل 50 سنة، بس بشرط إن رصيد حسابك لا يتخطى ال 500 ألف جنيه، وفي نفس الوقت يكون معاك بطاقة رقم قومي سارية، وده أنا كنت اتكلمت عنه في فيديو منفصل لوحده. لكن عيب الحساب ده حاليا إنه بيديك كارت من نوع ميزة، فأنت لو عايز تشتغل أونلاين مش هتعرف تشتغل بالكارت ده. بالنسبة لبنك مصر فحساب الشباب بتاعه من أول 16 ل 21 سنة، وبصراحة هو حساب مميز جدا، وبيديك الفيزا جولد بتاعت الشباب اللي هي فيزا بي ام. وطبعا لازم تحط 500 جنيه حد ادنى للايداع عشان تقدر تفتح الحساب. بالنسبه للتطبيق البنكي عندك في البنك الاهلي المصري ام بي اي موبايل، وبنك مصر فيه البي ام اونلاين. بس خد بالك بقى في نقطه مهمه جدا. واحد دلوقتي هيسالني ويقول لي انا اقدر اربط الحساب بتاعي في البنك الاهلي المصري او بنك مصر بانستا باي؟ بص، لو انت عمرك اقل من 21 سنه، احيانا في حساب توفير المستقبل
مش بيقبل الربط بالانستا باي، وده انا كنت اتكلمت عنه قبل كده. انستا باي مش بيقبل اقل من 21 سنه في الربط، بالذات في البنك الاهلي. بالنسبه للايبان، طبعا حساب البنك الاهلي او بنك مصر بيديك ايبان، والايبان ده رقم حساب الدولي مكون من 29 رقم اوله اي جي. ده الحساب او الرقم اللي بيوصل لك عليه حوالات من اي حته في العالم. طبعا سواء بقى معاك حساب توفير او حساب جاري او حساب شباب في اي بنك من البنكين دول، هتلاقي ليهم ايبان لانه حساب بنكي عادي. بطاقات الخصم المباشر، حساب البنك الاهلي المصري سابقا كان بيدي فيزا او ماستر كارد، لكن حاليا الموظفين بقوا يغلسوا شويه في موضوع الفيزا او ماستر كارد، وبقوا معظمهم بيطلع للناس اللي بتفتح الحساب كارت ميزه في حاله ان حسابه اقل عن 50,000 جنيه. لكن ده مش كلام رسمي، لكن ده اللي بيحصل في الواقع. بالنسبه لبنك مصر، انت بمجرد ما تفتح الحساب ممكن تاخد يا اما الفيزا الكلاسيك العاديه، يا اما الفيزا الجولد، ودي طبعا بتختلف اسعارهم، بتبقى حوالي 80 جنيه. اما لو انت عايز تطلع البطاقه البلاتينيه اللي بتديك حد او ليميت شهري $1000 في الشهر في التعاملات الدوليه، لازم يكون في حسابك 50,000 جنيه. وركز قوي في الكلام اللي انا بقوله لك، لان التفاصيل دي من داخل خدمه العملاء. وبالتالي هنا بنك مصر بيتميز عن البنك الاهلي في حته انه بيديك فيزا او ماستر كارد. بالنسبه لبطاقات مسبقه الدفع، عندك البنك الاهلي مميز جدا في بطاقات مسبقه الدفع بتاعته، يعني بيديك كارت ميزه او فيزا او ماستر كارد. دول اتكلمت عنهم في فيديو قبل كده، ودول اسمهم بطاقات الحوالات، اللي تقدر تستلم على 16 رقم بتوعهم بدون ما تفتح حساب بنكي، وتزود عليه 3 اصفار قبلهم لو عايز تستلم حواله من بره مصر. اما بنك مصر بيديك حاجه زي فيزا انترنت، وبيديك برضو كارت ميزه، وطبعا مميز برضو زي البنك الاهلي المصري. استلام الحواله بدون حساب بنكي زي ما قلت لكم من شويه، تقدر تستلم على بطاقات الحوالات. بالنسبه للربط بانستا باي، قلت لكم تقدر طبعا تربط سواء بقى بطاقه خصم مباشر او كارت ميزه مسبق الدفع، سواء من بنك مصر او البنك الاهلي. بالنسبه بقى للحسابات بعملات تانية، طبعا في البنك الاهلي المصري بيشترطوا احيانا ان انت يكون معاك دخل بالنقد الاجنبي، لكن في الفترة الأخيرة بقوا يسهلوا المواضيع دي عشان الناس تعمل إيداع، فبالتالي إن البنك يدخل له عملة صعبة. لكن بعض الموظفين يعني في البنك الأهلي المصري بيبقى صعب شوية إن أنت تفتح حساب بالعملة الأجنبية، لكن زي ما قلت لك الكلام الرسمي إن هم بيحاولوا يسهلوا الموضوع ده. بالنسبة لبنك مصر، بمجرد ما تفتح حساب توفير عادي تقدر تفتح حساب فرعي بالدولار وتعمل إيداع ب $100 أو يورو أو أيا كانت العملة الأجنبية. بالتالي كده هتفتح الحساب بتاعك العادي. ونفس الموضوع برضو في البنك الأهلي المصري، ومصاريف الحساب ده كلها عشان تفتحه حوالي 2 أو $3 أو أي وحدة من الوحدات العادية، ومصاريف الشهرية فيما يعادل 60 جنيه دي كل 3 شهور. وطبعا تقدر تعمل شهادات بقى سواء على الدولار أو على الجنيه أو أيا كان مش عايز تعمل شهادات، لكن هنا هيديك حساب دولاري أو حساب باليورو بمنتهى السهولة. لكن عيبهم هنا إنه مش هيديك بطاقة خصم مباشر، وخد بالك لان في حسابات زي كيو ام بي حساب الدولار فيها بيديك بطاقه ديبت بتسحب من الحساب الدولاري، لكن ده مش بيديك بطاقه ديبت من حساب الدولار تقدر تتابعه من الاونلاين بانكينج، لكن ما تقدرش تصرف منه ببطاقه على النت. هتضطر بقى ان انت تروح البنك تسحبهم بنفسك وتديهم للشخص ايا كان انت عايز الفلوس بتاعتك ازاي، لكن مش هتقدر تصرفهم لو اي حاجه على النت. اتمنى بكده ان انا اكون لميت لكم الفروقات ما بين البنكين دول بمنتهى السهوله. لو في اي حد عنده اي تفاصيل او اي تجربه عايز يحكيها، اتفضل يكتبها في الكومنتات. ربنا يعلم انا البيانات اللي انا جايبها لكم دي من جوه خدمه العملاء، فيعني لو حصل اي تغيير في المستقبل هتلاقوني سايبها لكم في المقاله بحيث ان هي تتحدث بشكل دائم. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.